أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذا أبرز عنوانها: لطيفة رافت تستغيث بجمهورها، فيروس أصاب عيني. كشفت الفنانة المغربية لطيفة رأفت مساء يوم الاثنين عن تعرضها لوعكة صحية مفاجئة ألمت بها. وأعلنت النجمة المغربية عن إصابتها بفيروس خطير استهدف قرنية عينها اليسرى، الأمر الذي استدعى تدخلا طبيا عاجلا. وظهرت لطيف رأفت في صورة شاركتها مع متابعيها عبر خاصية ستوري، وهي تضع ضمادة طبية تغطي عينها اليسرى المصابة. وعلقت الفنانة على الصورة بكلمات مؤثرة طلبت فيها من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، مشيرة إلى أن حالتها الصحية تتطلب عناية خاصة. وكتبت رأفت قائلة: دعواتكم أحبابي الكرام وردوا بالكم، أصابني فيروس في القرنية. ويأتي هذا الخبر بعد فترة وجيزة من إحياء الفنانة لطيف رأفت حفلا فنيا ناجحا في العاصمة الفرنسية باريس خلال شهر يناير الماضي. وعبرت لطيف رأفت آنذاك عن عميق امتنانها وتقديرها للجمهور الذي ساندها ورافقها طوال مسيرتها الفنية الطويلة. وقد تفاعل جمهور الفنانة المغربية بشكل واسع مع خبر إصابتها، وعبروا عن قلقهم وتضامنهم معها في هذه المحنة الصحية. وتمنى محبو لطيف رأفت لها الشفاء العاجل والكامل، وعودتها السريعة إلى نشاطها الفني وإمتاع جمهورها بأعمالها المميزة. وقد انهالت رسائل الدعم والدعاء على حسابات الفنانة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تعكس مدى الحب والتقدير الذي يكنه الجمهور المغربي والعربي لفنانتهم القديرة. شكرا على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله.